السلام عليكم. معكم عبير ميدان. النهاردة هنعمل جمبري بالطماطم. اول حاجة لازم نفتحه من هنا ونشيل الحبل الرملي. وهستخدم ملح وفلفل وشطة وكمون ومكعب مرق الدجاج وفلفل اخضر اساسي ومعلقة صلصة ومعلقة توم والبصل والطماطم حوالي كوبايتين. اول حاجة هحمر البصل، هخليه يدبل. وهضيف له يعني جزء من التوم، مش هضيفه كله. يعني هي معلقة كبيرة توم، هاخد يعني جزء يعني منها والباقي هضيفه ني بعد الصلصة. هضيف الطماطم اهم حاجة ان الطماطم تتسبك، الكمية اللي انت هتضيفيها على حسب كمية الجمبري، يعني تتسبك وتقل تبقى تلت الكمية، ده اساسي. والفلفل الاخضر هسيبها تتسبك اهي كده قلت. اضيف لها معلقة الصلصة وباقي معلقة الثوم والتوابل، ملح وفلفل وشطة بسيط وكمون ومكعب مرق. اهم حاجة في الجمبري ده عشان يطلع مظبوط، ان الطماطم بنسبكها تبقى تلت الكمية، والفلفل الاخضر ده هنضيفه اساسي، ان كمية الطماطم تقل. والفلفل الاخضر يعني ما ينفعش يتعمل من غير فلفل اخضر. هضيف كده الجمبري على طول، لونه بيغير، ما بياخدش وقت في التسوية، يعني حوالي 5 دقايق. يعني اول ما بنضيف الجمبري 5 دقايق. طبعا عشان يبقى ليها طعم الطماطم تتكثف. اهو كده يعني بدأ ان هو الجمبري، طبعا احنا بنكثف الصلصة لان وهو بيطبخ بينزل مية، فدي ميته يعني خفيفتها همسة اهي. لكن لو ما كثفناهاش قوي مش هيبقى ليه طعم. كده خلاص قرب يستوي خلاص. شكله جميل جدا وطعمه جميل جدا كمان. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وجربوها هتلاقوا طعمه جميل جدا. واستودعكم الله.